السلام عليكم. أفضل طريقة لتحميل الفيديو على اليوتيوب. في هذا الفيديو إن شاء الله راح نشرح الطرق، يعني عدة طرق لتحميل الفيديو على اليوتيوب، ومنها طبعا أول شيء العلني. أنت بإمكانك تعمل الفيديو علني يظهر مباشرة إلى الجمهور، أو إنك تعمله غير مدرج، وبإمكانك أيضا تنشره على مثلا المنتدى، بإمكان المشاهدين يشاهدوا الفيديو، أو على مواقع التواصل الاجتماعي. وفي مكانين في القناة كمان بإمكانك تنشر عليهم، وهو الفيديو الخاص بالمشاهدين الجدد أو اللي بيدخلوا لأول مرة على قناتك، أو المشتركين على قناتك. يعني بإمكانك تنشر الفيديو الغير مدرج ويشاهدوه الجمهور. وعندما تعمل هذا الفيديو علني يعني بيكون عندك عدة مشاهدات، وهذا يساعدك في طبعا الخوارزميات تقترح الفيديو طالما في عندك مشاهدة سابقة. كمان بإمكانك تعمل الفيديو عرض أول سواء علني أو غير مدرج، لكن الفيديو الغير مدرج إذا عملته يعني عرض أول لا يستطيع أحد أن يشاهده حتى لو نشرته. راح نشوف في هذا الفيديو طبعا مختلف الطرق لنشر الفيديو، وأفضل طريقة لنشر الفيديو على اليوتيوب. ولكن إذا كنت أول مرة تشاهد هذه القناة، أرجو أنك تشترك في القناة وتفعل الجرس على الكل ليصلك كل جديد، ولا تنسوا اللايك. لا تنسوا اللايك، مهم جدا يا جماعة. شكرا للجميع، وإلى الشرح العملي. أول خطوة بعد تصوير الفيديو يعملها هي اسم الملف. طبعا انت بتكون صورت الفيديو موجود في استوديو يوتيوب، في الاستوديو استوديو الهاتف. طبعا هلا مثلا هذا الفيديو مدته دقيقة و14 ثانية، بدنا نعمل له اسم ملف. نضغط هون عليه، هنا في عندي 3 نقاط نضغط عليها بتظهر لنا التفاصيل. نضغط على التفاصيل ونضغط هنا على تعديل، بيظهر لنا هون 3 خانات. هلا الخانة الأولى طبعا التاريخ. هلا هاي الخانة المهمة هي اسم الملف، بنضغط عليها ضغطة مطولة وبنعمل قص، يعني نلغي الأرقام، وبعدين بنكتب عنوان الفيديو اللي بدنا نحمله. مثلا كيف تختار العنوان المثالي والوصف والكلمات المفتاحية. طبعا انت بتضع العنوان الخاص في الفيديو اللي انت عامله. هلا بنضغط على حفظ، راح نشوف انه هنا يعني كتب لنا العنوان اللي راح يكون لهذا الفيديو. لما انت تحمل الفيديو راح يظهر هذا العنوان في مكان العنوان، يعني انت ما راح تكتب العنوان يدوي. هلا بدنا نشوف الطرق الأخرى اللي طبعا الطرق اللي راح نحمل فيها الفيديو على اليوتيوب. طبعا عادة يعني الأشخاص بيذهبوا إلى تطبيق اليوتيوب، وهنا بتظهر لهم إشارة الزائد، وهنا بتظهر لهم مشاركة بث مباشر أو طبعا فيديو، وهم بيختاروا الفيديو وبيحملوا الفيديو بهاي الطريقة. هذه الطريقة هي أسوأ طريقة لتحميل الفيديو على اليوتيوب. طبعا الطريقة المثالية انك تدخل الى استوديو اليوتيوب من هون. مثلا انا بدخل من هون، انت بتدخل بالطريقة اللي انت معتاد عليها. يعني نضغط على استوديو اليوتيوب. هلا بيجينا هنا الاستوديو اليوتيوب، لاحظ بنكبر شوي. هون في الأعلى في عندي إشارة إنشاء، نضغط عليها إنشاء، نضغط بالإصبع، بيجيني تحميل فيديوهات بث مباشر، إنشاء مشاركة، قائمة تشغيل بودكاست. هلا بنضغط على تحميل الفيديو.
إنه هذا خرب. نضغط بالإصبع تحميل الفيديو. هنا بيجيني اختيار الملفات. بنضغط على اختيار الملفات. أداة اختيار الملفات نضغط عليها. طبعا أنا الفيديو موجود في الاستوديو. طبعا هذا هو الفيديو اللي بدنا نحمله. نضغط عليه وبنضغط على تم. هلا بنلاحظ هنا انه ظهر العنوان مباشرة. لاحظ، نصغر شوي. كيف تختار العنوان المثالي والوصف. طبعا انت بدك تكمل الاشياء اللي مطلوبة من صورة مصغرة واشياء اخرى. هلا بنروح الى تحقيق الربح. نضغط على تحقيق الربح. هنا بدك انت تعمل اختيار او تحقيق الربح. اختيار، تضغط على السهم وبعدين بتضغط على تفعيل وتم. هيك تم التفعيل. وهذا طبعا لانه فيديو قصير مش راح يعطيني يعني اني اضع ارباح او اضع فواصل اعلانية. هلا مدى ملائمة الفيديو، نضغط هنا على مدى ملائمة الفيديو وبدك تعمل هنا طبعا تضغط على لا شيء مما سبق. لاحظ هنا في عندي لا شيء مما سبق. نضغط عليها بالإصبع وتعمل إرسال التقييم. نضغط على إرسال التقييم والتالي. نضغط على التالي. حفظ. هلا هيك احنا حملنا الفيديو. نشوف الاشياء اللي مفروض احنا نعملها على الفيديو. هل بدنا نعمل الفيديو علني او بدنا نعمله غير مدرج. نضغط هون على الفيديوهات. هذا هو الفيديو اللي حملناه. طبعا ما فيش صورة مصغرة لسه. نضغط عليه. بنروح إلى الجهة اليسرى. لاحظ هنا أنا عادة يعني بعمل الفيديو غير مدرج باستمرار علشان يعني أضبط الأشياء اللي مفروض قبل لا إني أعمل الفيديو علني. ممكن أعمل ترجمة، ممكن أعمل شغلات كثير، الصورة المصغرة وهكذا. هلا أنت إذا بدك تعمل هذا الفيديو علني تضغط هنا. نضغط هون. لاحظ إيش بيعطيني. هلا بدك تعمله خاص، بإمكانك تضغط هون على الخاص طبعا ما حد بيشوفه إلا أنت نهائي. حتى لو أنت أرسلت يعني اللينك لأي شخص ما راح يقدر يشوفه. الغير مدرج بإمكانك تنشره يعني على المنتدى وهيك وجميع مواقع التواصل الاجتماعي، وبإمكان الأشخاص إنهم يشاهدوا هذا الفيديو. الأعضاء فقط يعني عادة قليل ما حد يعمل فيديوهات للأعضاء فقط، لأنه الأعضاء يعني اللي بيكونوا منتسبين للقناة وبيكونوا قليلين. أو بدك تعمله علني. هلا عنا هنا موعد العرض مهم، سواء عملته علني أو غير مدرج. موعد العرض هذا هو موعد العرض، يعني ممكن تعمله عرض أول. نضغط هون
لاحظ هنا بيعطيك ضبط الفيديو كعرض أول. بإمكانك تغير من هون، تغير التاريخ، ومن هون تغير الساعة. طبعا المنطقة الزمنية مش مشكلة. وبعدين بتضغط على ضبط الفيديو كعرض أول. يعني أنا مش راح أنشر هذا الفيديو أصلا لأنه هو فيديو تعليمي فقط. وهكذا يعني بنكون إحنا شرحنا كيفية عمل فيديو كعرض أول. بإمكانك كمان الفيديو العلني تعمله عرض أول. وهذه أفضل الطرق لنشر الفيديو على اليوتيوب. طبعا بدك في النهاية تعمل هون تم، وبعدين تعمل نشر. بتظهر لك كلمة نشر هون، وتنشر الفيديو سواء علني أو غير مدرج أو ضبط كعرض أول. أتمنى للجميع التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله.